يا صحابي الحلوين، عمركم شفتوا حد يحب حاجة لدرجة إنه يعمل المستحيل عشان ياخدها؟ طب تفتكروا لو دب طماع لقى خلية العسل الكبيرة هيحصل إيه؟ يا ترى النحل هيسيب حقه؟ ولا الدب هياخد العسل ويهرب بيه؟ استنوا وشوفوا، القصة دي فيها مفاجآت خطيرة. اوعوا تنسوا تعملوا اللايك الجميل وتشتركوا في قناتي احكي يا لولي. في غابة بعيدة كان في دب كبير وطماع، كل يوم وهو نايم يحلم بالعسل، يصحى من النوم يفضل يفكر في العسل، يمشي يدور على العسل، عسل عسل وبس عسل. وفي يوم وهو ماشي شاف خلية نحل كبيرة فوق الشجرة. الدب اندهش جدا وقال: ايه اللي انا شايفه ده؟ كل ده عسل؟ يا سلام، انا مش مصدق عينيا. كل العسل ده بتاعي انا، ولازم اخده لوحدي انا. الدب اتسلق الشجرة بسرعة ومد ايديه عشان يوصل للعسل، لكن فجأة النحل شافه. في لص جاي ياخد العسل بتاعنا يا قائد. في لص عايز يسرق العسل بتاعنا، لازم نعلمه الأدب. وفجأة خرج كل النحل من الخلية. الدب شاف النحل جاي من بعيد عشان يهجم عليه، خاف جدا جدا واترعب وفضل يجري 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 والنحل وراه، وفضل الدب يجري والنحل وراه لحد ما وقع في بركة المية الكبيرة. خلاص خلاص، انا مش عايز عسل تاني. خلاص، عمري ما هلف ايدي على حاجة مش بتاعتي تاني. سيبوني، خلاص انا اتعلمت خلاص. ومن يومها الدب بطل طمع وبقى ياخد حقه بس. وانتوا كمان يا صحابي دايما تخليكوا قنوعين وما تطمعوش في حاجة مش بتاعتكم أبدا. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملولي لايك واشتركوا في قناتي احكي يا لولي، وسيبولي في الكومنتات قولولي اتعلمتوا ايه من القصة ديت، ويا ترى عجبتكم ولا لأ. واستنوني في الحلقة الجاية. باي باي.